السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. عايزة اقول لكم وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى جايه لكم بحاجة كده جميلة ولذيذة وحلوة وتدفينا في ايام السقعة الجامدة دي. كيكة سهلة جدا بسيطة جدا، ما فيهاش بيض خالص للناس ما بتحبش البيض وبتتقلق من ممكن يبقى زفر او يخلي ريحة الكيك وحشة. لا، هنعمله من غير بيض، وكمان هخلولك هش قوي وطري جدا جدا وحلو وبيلمع، مفهوش فراغات خالص وجميل جدا. تعالوا معايا ونشوف الطريقه. بصوا، انا كان عندي الموز ده، هو مش مهري ولا حاجه ولا مستوي، انا بس حطيته في التلاجة، القشره اتغيرت لكن هو من جوه زي ما انتم شايفين كده حلو. ولادي رفضوا طبعا ان هم ياكلوه، فقلت طبعا انا هعمل بيه ايه، هحطه في الكيكه. خدت الثلاث صوابع اللي انتم شايفينهم دولت، وهنحط معاهم كوبايه ونص من السكر. طبعا السكر زي ما انتم حابين تحطوا، كوبايه، كوبايه ونص، كوبايه وربع، بس ما تقلش عن كوبايه علشان يكون كويس. حطيت معاه كيس الفانيليا اللي انتم شايفينه طبعا، وهرسناه بقى كويس قوي قوي. الموز اهم حاجه يبقى ايه، زي ما انتم شايفين كده كريمي شويه. وهنزل معاه بكوبايه من الزيت، وهبتدي اقلب الزيت لما كل الزيت والموز كده يبقوا حاجه واحده. وبعدين هكون محضره الدقيق بتاعي. انا اخدت 4 كوبايات دقيق، عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، وباكو بيكنج باودر، وربع معلقه من الكربوناتو بتاعت اللي احنا نحطها على عجينه الفلافل. وطبعا ما ننساش ذره الملح بتاعتنا. وهنقلب الخليط ده كله حلو قوي لما كده يتشرب مع بعض. وهنزل عليه كوبايه لبن بس سخنه، انا غليتها وسبتها تريح شويه وحطيتها. اللبن انا مش هقدر لكم كميه، انا خدت هنا حوالي كانوا كوبايتين، لان انا حطيت كوبايه كامله وبعد كده نص كوبايه في نص كوبايه. اللبن ممكن يختلف من دقيق للتاني، فانتوا ايه يعني انزلوا باللبن كده بالتدريج لما تخلوا القوام كده كريمي معاكم وسلس خفيف سنة عن قوام كيكة اللي هي معمولة بالبيض. هتشوفوا القوام دوت، بصوا بالطريقة اللي انا هعملها دي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ترفعي كده بالمضرب او بالمعلقة ينزل معاكي على طول، ما يبقاش تقيل تمام ولا خفيف برضو. هنقلبه كويس جدا لما نتأكد ان مفيش اي تكتلات فيه خالص. نجيب الصينية بتاعتنا بقى اللي هي مدهونة زيت بس، ما ترشيش دقيق في القعرية بتاعتها لانه بيدي علامة كده مش حلوة، بيقعدي تجييرة. صينية ألمونيا دهنتيها شوية زيت، خلاص انسي مفيش اي مشكلة. وعايزة اقول لكم انت الزيت والسكر اللي انا استخدمتهم زيت تموين. بصوا، خدت بالظبط كده 25 دقيقة في الفرن. طبعا هيرجع لحسب درجة حرارة الفرن بتاعك، في حدود 30 دقيقة تمام. على 180. انا بصوا شايفينها بتلمع ازاي وحلوة طرية جدا جدا. انا خدتها يعني عملتها كده بالخلة، خرمتها علشان الصوص اللي انا عاملاه ده هينزل في قلبيها كمان، يشرب منها هيبقى تحفة. الصوص ده انتوا ممكن تتقلوه عن كده، انا بحبه خفيف شويه عشان اسقي بيه الكيك، بيبقى حلو قوي. وهو كده كده لما بيتحط في التلاجة بيجمد معانا شويه. على فكره لو حابين ان انتوا تستغنوا عن الموز مفيش اي مشكله، هتنزلوا بالسكر والزيت واللبن كله مع بعض، وبعد كده تحطوا خليط المواد الجافه كلها مع بعض في الاخر، هيديكي نفس النتيجه. انا بس الموز عشان ولادي مرضوش ياكلوه، فوقت ادخلها لهم في الكيكه كده كده هياكلوه. لكن انت لو حابه تستغني عن الموز خالص مفيش اي مشاكل، نفس الخطوات، كل السكر والزيت مع الفانيليا مع بعض والمواد الجافه مع بعض ينزلوا في الاخر. بصوا النتيجه كانت حلوه قوي قوي، هشه جدا طريه جدا. عايزه اقول لكم طعمها كان خرافه، الصينيه ما باتتش، كانت تحفه تحفه تحفه. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه. وحشتوني كتير، وان شاء الله هحاول متاخرش عليكم تاني. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش في الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.